دعوك فقالوا شد حيلك في المذاكرة عشان تطلع من الأوائل، تخش كلية نظيفة، تاخد شهادة نظيفة وتشتغل شغلانة نظيفة فتاخد مرتب كبير. بس الحقيقة غير كده خالص. كلنا واحنا أطفال كنا بنسمع الجملة دي: دخلت كلية نظيفة، خدت بكالوريوس، عايز تتوظف؟ لا والله للأسف، البكالوريوس لوحده مش كفاية، لازم تكمل دراسات وتشتغل على نفسك. خدت دبلومة، خدت ماجستير، خدت دكتوراه؟ لا والله الحكومة وقفت التعيينات. تقدر حضرتك تشوف في القطاع الخاص. القطاع الخاص لا والله، الشهادات اللي معاك مش كفاية، محتاج كورسات، محتاج تشتغل على نفسك شوية. ايه ده ما شاء الله، انت خدت كورسات، خدت دبلومة زيادة، خدت ماجستير تاني؟ لا والله للأسف، القطاع الخاص آخره في التعيينات 30 سنة، وانت خلاص عديت ال40، فمعلش مش هينفع. هي دي المعضلة اللي بيتعرض لها أغلب شباب مصر. يخلص الكلية ويفضل يدرس وياخد في كورسات وياخد في شهادات ويشتغل أي حاجة عشان بس يوصل إن يشتغل شغلانة كويسة ياخد منها مرتب كويس، ويعدي بيه العمر وشعره يبيض، وفي الآخر يلاقي نفسه ولا طال بلح الشام ولا عنب اليمن. يا ترى هل في يوم من الأيام ممكن يبقى فيه حل جذري للموضوع ده؟